العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمرة. إلى حضراتكم نشرة أخبار هذا المساء، مستهلة إياها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. دعوة للعمل المنسق للحد من حوادث المرور. إشادة بالمشاركة في التعليم في كرمد. ارتياح للخدمات الاجتماعية في إنجرني. وسط مخاوف في البلقان، صربيا تعرض صواريخ صينية متطورة. رئيس وزراء اليابان يزور جنوب شرق آسيا. إعصار مدمر يجتاح ولاية كانساس الأمريكية ويخلف أضرارا كبيرة. دعا سكان إقليم عنسبة للعمل المنسق للحد من حوادث المرور الناتجة بخرق قانون المرور. وذكر السكان أن تقرير الشرطة الذي يشير لارتفاع الحوادث المرورية في الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة يستدعي اتخاذ الخطوات السريعة، مناديا للقيام إلى جانب التوعية المرورية بتشديد عقوبات حوادث المرور وسحب رخصة القيادة في حال ارتكاب الحوادث المرورية بصورة متكررة. وأفاد السكان بأن السرعة الفائقة وعدم منح الأولوية للمشاة وعدم معرفة قوانين المرور والقيادة دون رخصة وسوء الطرق والأعطال الميكانيكية والشحن الزائد من أهم أسباب حوادث المرور. وأوضح مسؤول الحوادث والتحقيقات في شرطة إقليم عنسبة السيد جرماي تسفاي وقوع 4262 مخالفة مرورية في الربع الأول من هذه السنة، و103 حادث مروري بزيادة نسبة 37% عن نفس الفترة من العام الماضي. وأسفرت هذه الحوادث المرورية عن وفاة شخصين وإصابة 42 بجروح وتدمير ممتلكات تقدر بأكثر من 1,500,000 نقفة. أشاد مدير مدرسة كرمد الابتدائية والمتوسطة في مديرية حقات بالمشاركة في التعليم خاصة الطالبات، داعيا أولياء الأمور لتشجيع أبنائهم للمواصلة في المراحل العليا. وذكر الأستاذ سهل هبتتين ارتفاع المنافسة والاهتمام لدى الطلاب، مشيرا إلى اتخاذ الخطوات لتقوية العلاقة الثلاثية بين أولياء الأمور والمعلمين والطلاب للحد من مقاطعة التعليم في المرحلة المتوسطة. وأشار إلى حل النقص في المعلمين ووجود فصول دراسية كافية، داعيا لفتح التعليم الثانوي وإرساء الطاقة الشمسية. شيدت مدرسة كرمد الابتدائية والمتوسطة عام 1999 وتقدم التعليم حاليا ل 723 طالب، بينهم 250 طالبة. أوضح مدير ضاحية إنجرني في مديرية غردات السيد حامد عبد الله أن الخدمات الاجتماعية التي أرسيت سهلت في حياتهم الاجتماعية والمعيشية. وقال إن وجود الضاحية على طريق أسمر غردات الرئيسي وإرساء خدمات التعليم والصحة والمياه والكهرباء ساعد في تجمع القرى. وأوضح أن إرساء الخدمات الاجتماعية مكن من تعليم أبنائهم وضمان الصحة العامة والحصول على مياه الشرب والكهرباء من غردات وتسهيل السفر وتفعيل الحركة التجارية. ودعا السيد حامد للحصول على الدعم لإزالة أشجار المسكيت المستفحل بتكاثرها وبناء سور للسوق الماشية. أفادت إدارة ضاحية سعد عمر تحقيق نتائج مرضية من عملية حماية الأشجار المستوطنة. وأوضح مدير الضاحية السيد محمد إبراهيم أن أعمال الحراسة التي يقوم بها حراس القابات المنتخبون من الشعب بالإضافة إلى أنشطة حماية التربة وحفظ المياه الجارية كان لها دور كبير لنمو القطاع النباتي، وقد انتفت عملية قطع الأشجار حالياً. وأشار إلى مواصلة أنشطة النفير من أجل استقرار البيئة وحماية الموارد الطبيعية وصيانة الطرق. ودعت وزارة الزراعة لإرساء بيطريين لعلاج أمراض استثنائية تظهر على الماعز والأغنام. يقطن ضاحية سعد عمر أكثر من 2150 فردا. عفوا سيداتي سادتي، فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، ابقوا معنا.
عرضت صربيا علنا نظاما صاروخيا صينيا مضادا للطائرات تم تسليمه مؤخرا، مما أثار مخاوف القرب وبين بعض جيران صربيا من أن تكديس الأسلحة في البلقان يمكن أن يهدد السلام الهش في المنطقة. وتم تسليم نظام HQ-22 أرض جو المتطور الشهر الماضي بوساطة 12 طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الصينية من طراز Y-20، فيما يعتقد أنها أكبر عملية نقل جوي على الإطلاق للأسلحة الصينية إلى أوروبا. وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في نهاية عرض الأسلحة في مطار عسكري بالقرب من بلغراد إن الصواريخ الصينية بالإضافة إلى المعدات العسكرية الأخرى التي تم تسليمها مؤخرا لا تشكل تهديدا لأي شخص ولا تمثل سوى رادع قوي ضد المهاجمين المحتملين. بدأ رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا جولة في جنوب شرق آسيا بلقاء الرئيس الإندونيسي ومناقشة ردود فعل المنطقة على الأزمة الأوكرانية وكذلك مواجهة نفوذ الصين المتنامي. ويقول مسؤولون إن اليابان العضو الآسيوي الوحيد في مجموعة السبع الكبرى تأمل في عقد محادثات لمناقشة الأزمة الأوكرانية وتوحيد المواقف بشأنه في جنوب شرق آسيا. وبعد مراسم قرص شجرة في القصر الرئاسي في ضواحي جاكرتا، ناقش كيشيدا وويدودو مجموعة من القضايا تشمل نفوذ الصين في المنطقة والاستثمارات اليابانية في إندونيسيا. وتستضيف اليابان في الشهر المقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة أستراليا والهند أول مجموعة المعروفة بمجموعة الحوار الأمني الرباعي لمناقشة الأمن الإقليمي. وستكون فيتنام المحطة المقبلة في زيارة كيشيدا، تليها تايلاند التي تستضيف المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي أبيك لعام 2022 قبل أن يتوجه إلى أوروبا. دمر إعصار هائل جزءا من ولاية كانساس الأمريكية، حيث أظهرت صور وفيديوهات متداولة حجم الخراب الذي خلفه من سيارات محطمة ومبان بدون أسقف. وأصدرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات شديدة من العواصف الرعدية لولاية الغرب الأمريكي الأوسط بما في ذلك كانساس وآيوا وميزوري ونبراسكا في مدينة ويتشيتا. وقال العمدة إن ما بين 50 إلى 100 مبنى قد تضرر، خاصة في ضاحية أندوفر، ولكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات خطيرة حتى الآن. وتقول إدارة شرطة مدينة أندوفر إن الطرق مغلقة بسبب أعمدة خطوط الكهرباء المتساقطة وأكداس الحطام الكبير. من جهته حث رئيس بلدية ويشيتا برناردو ويبل الناس على عدم السفر. قالت السلطات الصينية بعد ليلة من عمليات البحث إنه تم إنقاذ 5 أشخاص بعد انهيار مبنى سكني وتجاري في وسط مدينة شانغشن وسط البلاد. ولم تكشف السلطات حتى الآن عدد الأشخاص الذين لا يزالون تحت أنقاض المبنى المكون من 6 طبقات والذي انهار. ولم يعلن عن ضحايا حتى الآن، لكن السلطات أشارت في بيان إلى أن عمليات الإنقاذ ما زالت جارية. وما قد يشير إلى خطورة الحادث إنه تم إرسال مسؤول كبير في الحزب الشيوعي إلى المكان، وهو مستشار الدولة وانغ يونغ الذي عينته الحكومة المركزية على رأس فريق مكلف إدارة عمليات الإنقاذ وفقا لبيان رسمي نشر السبت. تثير اللقطات أيضا رجال الإنقاذ يحاولون التوصل مع أشخاص عالقين تحت الأنقاض. يحدث هذا النوع من الكوارث بشكل متكرر في الصين بسبب عدم الامتثال لقواعد السلامة والتراخي في الخدمات المفترض أن تضمن تطبيقها بشكل صحيح. في الختام إليكم تذكيرا بأهم ما جاء في هذه النشرة. دعوة للعمل المنسق للحد من حوادث المرور. إشادة بالمشاركة في التعليم في كارمد. ارتياح للخدمات الاجتماعية في إنغرني.
وسط مخاوف في البلقان، صربيا تعرض صواريخ صينية متطورة. رئيس وزراء اليابان يزور جنوب شرق آسيا. إعصار مدمر يجتاح ولاية كانساس الأمريكية ويخلف أضرارا كبيرة. انتهت النشرة، قدمناها لكم من تلفزيون دولة إريتريا. كنت معكم حنان عمر جيلاني، إلى اللقاء.